السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله هنبتدي نركز على أجزاء الجرامر المهمة في الترم الثاني. نبتدي بيونت 7 نتكلم على زمن الماضي البسيط. الماضي البسيط أكيد أنا بتكلم على شيء حدث بدأ وانتهى في الماضي، ليس له علاقة بالحاضر اللي إحنا عايشين فيه. طيب، التصريف الثاني للفعل هو ده الماضي البسيط يا مستر. تمام، إذا الماضي البسيط بيتكون من إيه؟ التصريف الثاني للفعل مع كل الضمائر، مع كل إيه؟ الضمائر. بيعبر عن إيه؟ بيعبر عن فعل أو حدث بدأ أو انتهى في وقت محدد في الماضي. طب إيه يا مستر الكلمات؟ أول ما أشوفها في الجملة يبقى الجملة دي بتعبر عن الماضي البسيط. أول ما ألاقي عندي yesterday أو last زائد أي مدة زمنية أو أي مدة زمنية قبل ago، أو once، أو ما أقول in the past يبقى في الماضي. خلي بالي من التعبير ده when I was، أو أتكلم بإن زائد أي سنة ماضية، وإحنا سنة كام؟ 2023، يبقى 2022 وما قبلها ده كلها فين؟ في الباست في الماضي. إذا جملة الباست سيمبل أو الماضي البسيط يبقى شكلها عامل إزاي يا مستر؟ زي ما إحنا اتفقنا وقلنا أي جملة تبتدي بإيه؟ بفاعل وبعدين الفعل. طب الفاعل بتاعنا زي ما اتفقنا هنا مع الماضي البسيط أو فعل الماضي البسيط كل ضمائر الفاعل مفرد وجمع، كله شغال مع التصريف التاني، سواء كان التصريف التاني ده إيه؟ فعل منتظم بإضافة دي أو دي أو أي إي دي، أو فعل كتصريف تاني من الأفعال الغير منتظمة. يبقى الجملة بتاعتي فاعل تصريف تاني المفعول باقي الجملة، دي جملة مثبتة. طب عاوزين نحولها لجملة منفية يا مستر، هنزل الفاعل بتاعنا زي ما هو وهحط قبل الفعل بتاعنا didn't، الفعل يرجع تصريف أول أو نقول عليه مصدر، يبقى didn't زائد المصدر. ازاي يا مستر انت هنا بتقول لي مصدر واحنا بنتكلم في الباص في الماضي؟ ما هي في المصدر في وجود did يبقى انا كده بعبر برضك عن فعل تصريف تاني. هنا بننفي يبقى didn't زائد المصدر. طب عاوزين نحول الجمله اللي هي المثبته ديت الى سؤال هل. قبل الفاعل بتاعنا هنبتدي ب did، يبقى did وننزل الفاعل، والفعل اول ما يشوف did او didn't يرجع ايه؟ يرجع مصدر، وادي المفعول وباقي الجمله. ده سؤال هل بنجاوب عليه ازاي يا مستر عشان ما يجينا في الدالو؟ يبقى نقول له ايه؟ يس الفاعل did، نو الفاعل didn't. طب عاوزين نكون سؤال بأداة استفهام، احط قبل سؤال هل أداة الاستفهام واحذف الحاجة اللي انا بسأل عنها لان عوضت عنها خلاص في بداية الجملة بتاعت هل بايه؟ بأداة استفهام. يعني لو انا بسأل عن مكان هحط وير، بسأل عن زمان هحذف الزمن بتاعي واحط وين، وهكذا. يبقى جملة الاستفهام أداة استفهام did الفاعل، والفعل زي ما احنا اتفقنا اول ما اشوف did ايه؟ يرجع مصدر. اول ما نشغل did الفعل يرجع مصدر. مفيش did وبتكلم في الباست في الماضي يبقى على طول الفعل بتاعنا تصريف تاني. ناخد بالنا من حاجه، لو انا ما لقيتش فعل اساسي عندي هشتغل على was او where. يعني ايه يا مستر؟ يعني ما عنديش هنا مثلا زي went زي saw زي play او didn't ها go didn't play didn't see. هنا على طول هنشتغل على was أو where. طب was يا مستر بنشغلها مع مين؟ مع المفرد اللي هي I وهي وشي وإت، ووير بنشغلها مع الجمع اللي هي we ويو وزي أو أي اسم جمع. طب لو عندي was يا مستر وعايز أنفي عادي خالص نحط نوت برضه يبقى wasn't. طب عايز أسأل يا مستر يبقى was قبل الفاعل، يبقى هنا هنبدل ما بيناتهم. يبقى أول ما أشتغل على was أو أول ما ألاقي was هنا بقى مش محتاج did ولا didn't، تبقى على طول بشتغل على was wasn't، وعايز أسأل أحطها قبل الفاعل بتاعها. طب لو عندي الجمع يا مستر يبقى هنشتغل على مين؟ هنشتغل على وير، النفي تبقى ايه؟ تمام نحط نوت يبقى ويرنج. طب عايز اسال يا مستر يبقى وير قبل الفاعل بتاعها. شوف كده هنا بنكون سؤال هل اهوت، يبقى ووز الفاعل وباقي الجمله هنجاوب نقول يس الفاعل ووز، او نو الفاعل ووزنت. طب لو عندي وير يا مستر يبقى وير الفاعل وباقي الجمله، يبقى يس الفاعل وير، نو الفاعل ويرنت. الناس تاخد بالها عشان كل الخطوات ديت بنستخدمها في سؤال الدالو. ازاي مديني جملة واكون منها سؤال هل، او مديني جملة واكون سؤال بأداة استفهام، او هو مديني سؤال هل وهجاوب عليه بيس ونو ازاي، او هو مديني يس ونو وعايزني اشكل سؤال هل. يبقى دي الجمل الباست سيمبل الماضي البسيط اثبات نفي سؤال هل اللي بنجاوب عليه بيس ونو، وادي سؤال بأداة استفهام. طب لو انا عايز اسال عندي ووز وير يا مستر عاوزين نسال باداه استفهام عادي خالص زي ما احنا اتفقنا قبل سؤال هل بحط مين؟
أداة الاستفهام أو أداة استفهام عند was أو where على حسب الفاعل. يعني لو الفاعل بتاعنا I أو he أو she أو it يبقى هنشتغل على was. طب الفاعل بتاعنا جمع we وزي يبقى على طول هنشتغل على مين؟ على where. وادي باقي الجملة بتاعتنا. نشوف الإكزامبل بتاعنا كده. بيقول لي إيه؟ زياد watched a football match last week. ايه يا مستر اللي عرفنا ان الجمله ديت في الباست؟ عندي watched. عندي ايه؟ watched. طيب الله، ده تصريف تاني فعلا اهو. وعندي last. الله، هي last دي مش من ضمن الكلمات الدالة على الماضي؟ تمام كده. طب انا عايز انفي watched ده يا مستر، هعمل فيه ايه؟ على طول هرجعه مصدر واحط قبل منه مين؟ didn't. احط قبل منه مين؟ didn't. يبقى على طول didn't والفعل يرجع مصدر يبقى didn't watch. وباقي الجمله ثابت زي ما هو فوتبول ماتش لاست ويك. طب الجمله المثبته يا مستر عايزين نكون سؤال هل. على طول تصريف تاني لان عندي لاست. يبقى على طول هنبتدي قبل الفعل بايه؟ بديد. تمام اهو. يبقى على طول نحط ديد. الفاعل بتاعنا زياد يبقى ديد زياد والفعل يرجع ايه اول ما نشوف ديد؟ يرجع على طول مصدر يبقى واتش. عملنا ايه مصدر؟ رجعناه مصدر لان شغلنا ديد. وباقي الجمله ثابت زي ما هو. يبقى ديد زياد واتش اخد الماتش لاست. لاست. تمام. يبقى ده شغل الماضي على طول. طب هنجاوب يا مستر. هنعوض هنا عن زياد بايه؟ بهي. يبقى نقول ايه؟ يس هي ديد نو هي didn't. يبقى ادي لو مديني سؤال هل في سؤال الديالوج هنجاوب عليه يس الفاعل ديد نو الفاعل ديدنت. طب لما مديني يس او نو على طول يبقى ده سؤال هل. في الماضي يبقى ديد الفاعل مصدر. طب لو عايزين نسأل بأداة استفهام يا مستر هنسأل عن ايه؟ بص معايا كده. وانا هسأل عن الفوتبول ماتش هنسأل عنه بايه؟ بوات. تمام. يبقى احذف الفوتبول ماتش واحط وات قبل سؤال هل. يبقى هنا الجملة بتاعتي ايه؟ وات ديد. ادي ديد اهو. وات ديد الفاعل بتاعنا مين؟ زياد والفعل يرجع ايه؟ واتش مصدر. فاضل ايه في الجملة؟ last week امتى؟ طب يا مستر عايزين نسأل عن الوقت اللي هو كان بيلعب فيه اللي هي ايه؟ last weekend. هنحذف last weekend ونعوض عنها في سؤال هل او قبل سؤال هل بايه؟ بوين. تمام. بس عن زمان بوين اهو. يبقى ادي وين did والفعل بتاعنا مين؟ زياد والفعل يرجع ايه؟ مصدر يبقى واتش فوتبول ماتش. طب يا مستر انا عايز اسال مين اللي كان بيلعب الفوتبول ماتش دوت. لو الفاعل بتاعنا دهوت اللي في اول الجمله عاقل بحط هو واكمل الجمله للاخر. ولو كان غير عاقل هحط وات واكمل الجمله للاخر. طب الفاعل اللي في اول الجمله ده مين؟ تمام عاقل يبقى احط هو واكمل الجمله للاخر اهو. يبقى هو watched a football match last weekend. طب لو انا عايز اسال عن الفعل يا مستر هسال بوات وبنعوض عن الفعل والمفعول. يعني بعوض عن الفعل والمفعول ده هو بدو. وشوف دو هتصرفها في الجمله بتاعتك ازاي اهو. يبقى اتي وات ديد يعني بسال فين؟ في الماضي يبقى على طول وات ديد الفاعل بتاعنا زياد. اعوض عن الفعل بايه؟ بدو. هينزل دو مصدر لان سبقه ايه؟ ديد. يبقى ديد الاولانيه فعل مساعد ودو الثانيه بمعنى يفعل last weekend. شوف كده مثال على was. استخدام was. I was at the club yesterday. طب عندي was يا مستر عايز انفي يبقى على طول نحط لها نقطة تبقى wasn't. طبعا عايز اسأل يا مستر يبقى I was في السؤال تتحول إلى where you. ناخد بالنا هنا بقى. مش احنا اتفقنا قلنا I تتحول إلى إيه؟ إلى you في السؤال. إذا was ما تشتغلش مع you يبقى نحول was أخرى إلى إيه؟ إلى where. يبقى السؤال بتاعنا أصبح سؤال هل. were you at the club yesterday؟ هنا نجاب نقول له إيه؟ yes وارجع تاني you إلى أصلها اللي هو مين؟ I. تمام. يبقى I was. No I wasn't. طب يا مستر هنا عاوزين نسأل عن المكان اللي هو كان فيه. أدي where you at the club يبقى هنحذف مين؟ at the club ونعوض عنها في بداية هل where. يبقى أدي where you yesterday. طبعا عايز أسأل أنت كنت في النادي إمتى؟ يعني هسأل عن الزمن اللي هو مين؟ yesterday. يبقى هنحذف yesterday ونعوض عنها في بداية هل بإيه؟ بwhen. يبقى أدي when where متنساش لأن where you كان أصلها إيه؟ I was. يبقى when were you at the club؟ أنت كنت في النادي إمتى؟
طب لو انا عايز اسال عن الشخص اللي هو كان في النادي، حد بيسال عن الشخص اللي كان في النادي، الفاعل بتاعنا هنا في الاول ايه؟ عاقل. تمام، يبقى احذفه واحط مكانه ايه؟ هو، واكمل الجمله للاخر. يبقى هو was at the club yesterday. بص معايا هنا كده، شوف الامثله دي. هنا هنحلها مع بعض وهنعتبرها هوم وورك، واشتغل عليها وابعتوا لي برضه في صندوق الوصف، ولو في اي حاجه نقدر نتواصل مع بعض. طب شوف الاكزامبل الاولاني بيقول ايه. go shopping last weekend. last يا مستر، last دي في الباست ماضي، يبقى وده سؤال، يبقى على طول are you ده مضارع، do you ده مضارع، have you ده مضارع. اذا السؤال بتاعنا يبقى ايه؟ did you. يبقى الاجابه بتاعتنا ايه؟ did you. طيب الجملة التانية بيقول do you go to school؟ قال له at 7 a.m. إذا دي الإجابة بتاعتي اللي أنا المفروض أسأل عنها بإيه؟ يا ترى بوير ولا ها ولا what time ولا why؟ أكيد بوات مين؟ what time، what إيه؟ time. طيب الإكزامبل رقم 3. did you go to the museum؟ قال له 4 days ago. 4 days ago ده مدة زمنية، إذا بسأل عن المدة الزمنية يا ترى بإيه؟ بهاو ولا بوات ولا بوين؟ أكيد هنسأل بإيه؟ بوين. يبقى نقول when did you go to the museum. طيب الإكزامبل رقم 4. you go to the park. قال له yes I did. إذا مديني yes I did، يبقى ده سؤال إيه؟ سؤال هل، وكمان بمين؟ بدid. يبقى على طول did you، وأكمل الجملة بتاعتي الآخر go to the park. طيب الإكزامبل رقم 5. والذي the sports center 2 weeks ago. عندي مين؟ ago. ago هنا يا مستر. إذا ago دي تعبر عن إيه؟ عن الماضي، يبقى لازم أشتغل على فعل إيه؟ تصريف تاني. يبقى أكيد الإجابة بتاعتي إيه؟ visited. ده شوف الإكزامبل اللي بعده. he the bus to the city last Sunday. ناخد بالنا من last، يبقى على طول الفعل اللي عمله الفاعل هو في الباست في الماضي، يبقى he الماضي من take ايه؟ took. برافو عليكم، يبقى الإجابة هنا مين؟ took. طيب شوف الإكزامبل اللي بعده. I bowling last weekend. last علم على last كده يا مستر عشان نبقى أنا فاهم إن الفعل دوت حدث في الماضي، يبقى الفعل بتاعنا يا ذهب، يبقى I went. تمام، يبقى الإجابة هنا went. طيب الإكزامبل اللي بعده بيقول I have got 2 weeks ago. 2 weeks ago هي يا مستر، يبقى على طول الفعل بتاعنا في الباست في الماضي، يبقى الماضي من هاف وهاد وهاز وهاف هاد باست سيمبل تصريف تاني يبقى هاد بس. تمام كده، يبقى الإجابة بتاعتي هنا هاد. طب الإكزامبل رقم 9. It was my birthday Saturday. إذا هنا عايزنا نشتغل على كلمة دالة على الباست، لأن هنا was في الباست في الماضي، يبقى نقول له نيكست بتاعت المستقبل؟ أكيد لأ. طب أجو يجي قبليها المدة الزمنية، أمال مين اللي يجي بعدين المدة الزمنية؟ أكيد لاست، يبقى الإجابة بتاعتي هنا إيه؟ لاست. أوكي شوف كام جملة كوريكت كده. بيقول I ride the big wheel last. علم على لاست دي يا مستر. لاست دي في الماضي، يبقى على طول الفعل بتاعنا ده تصريف تاني، يبقى نقول I الماضي من رايد. تمام رود. طب رقم 2 بيقول I went to the museum a week past. went في الماضي، في الماضي يا مستر. طب مين التعبير بتاع الماضي اللي يجي قبليه المدة الزمنية؟ ago، يبقى past هنا نشغل مكانها ago، يبقى a week ago. طب رقم 3 بيقول yesterday it my friend Dalia's birthday. هي it نشغل معاها was ولا were يا مستر؟ أكيد نشغل معاها was، يبقى it was. طب شوف الإكزامبل رقم 4. بيقول do you go to the park yesterday؟ yesterday يا مستر دي إيه؟ في الماضي. طيب عندي هنا مين؟ do you وفعل في المصدر، لا إحنا بنسأل في الماضي على طول، يبقى نشغل did فاعل مصدر، يبقى هنا الإجابة بتاعتي did. أتمنى يا رب إن أنا أكون فدتكم بشيء، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.